أهلا فيكم. شكرا. أنا يعني هيدي مشاركة فريدة من نوعها، مش كل مرة بنكون مشاركين باحتفال مثل هذا الاحتفال كتير سبيسيال، لأنه رح يجمع عدة فنانين بحفل واحد، وهو قليل ليصير عنا خاصة بعالمنا العربي. فبننبسط كتير بالشي اللي عم بيصير بالمملكة، وأكيد بدنا نحيي معالي المستشار تركي آل الشيخ على كل المجهود اللي عم يعمله وعلى كل شيء حلو عم بيقدمه، لأنه ما في مرة فكر بفكرة إلا ما هيك عاملها على أصولها، ونحن بنفتخر فيه، نحن العرب بنفتخر فيه. أنا أكيد إنه الجمهور السعودي والشعب السعودي مبسوط كتير وشايف حاله باللي عم بيصير بالمملكة. نحن هلا وصلنا على أرض المملكة العربية السعودية، على الرياض. إن شاء الله سلف بينعاد عليكم بالخير وبالعافية، ونحن مثل ما نحن ناطرين الجمهور، أكيد أنا بعرف إنه الجمهور كمان ناطرنا. إن شاء الله بتكون ليلة حلوة، ليلة رس. شكرا. كتير سعيدة بمشاركتي بحفلة تريو نايت، ما مصدقة أشوفكم. الجمهور السعودي بحبكم كتير واشتقت لكم كتير. شكرا لهيئة الترفيه، شكرا معالي المستشار، يعطيك الصحة وتضلك بهالهمة. شكرا. طبعا أنا في أرض الخير، أرض المملكة، أرض المقدسة، الأرض الرائعة اللي أنا نموت عليها. أنا لسه واصلة الرياض طبعا، ويشرفني ويسعدني إني هكون ليلة رأس السنة مع زملائي الكبار، الفنانين الكبار، زملائي وزميلاتي. ليلة بجد بجد مش مجاملة من العمر، لأنه يعني تقريبا أول مرة نتجمع هذا العدد الكبير من الفنانين. وصدقوني مش تشوفوا مفاجآت، أنا نفسي منبهرة، حابة أسمع فلان بيغني إيه وفلان بيغني لمين، زي ما أنتم بتسألوا كده على السوشيال ميديا، أنا نفسي عايزة أسمع. فأنا هحط نفسي في مكانكم وهتفرج وأشوف، وصدقوني إحنا هنعطي من كل قلوبنا، لأنه هذه الجمعة وهذه اللمة بتتعمل مرات قليلة جدا في العمر. فبجد شكرا 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 من القلب يعني لسيادة المستشار تركي آل الشيخ على هذه الدعوة الرائعة المنفردة المختلفة المميزة. شكرا لكل القائمين على هيئة الترفيه، شكرا لموسم الرياض، بحبكم برشا وحاسة اللي أنا في بلادي. أنا اليوم سعيد أن أكون من ضمن المساهمين والمشاركين في حفل هيئة الترفيه اللي مش يضم مجموعة من الفنانين الأخوة والأصدقاء اللي أنا شخصيا أعتز بهم ونحبهم في ليلة من العمر إن شاء الله تكون مميزة جدا. تحية مني لأبو ناصر، تحية مني لكل العاملين في هيئة الترفيه، وتحية كبرى للجمهور اللي إن شاء الله يستمتع بسهرة استثنائية، سهرة ممتعة، سهرة أول مرة نشوفها في الوطن العربي. أنا في انتظاركم إن شاء الله تكون سهرة ممتازة جدا جدا إن شاء الله. أنا اللي سعيد أكون معكم، وسعيد جدا أني أكون في السعودية الحبيبة بالرياض، وسعادتي لا توصف لأني حكون مع كبار نجوم الوطن العربي. هذا الحفل اللي كنا نحلم أنه نعمله ما قدرنا من زمان. أنا من يوم ما بديت بالفن كان نفسي أجمع كل مطربين لبنان بأغنية، فما كانت تزبط معنا. ما في غير أبو ناصر والسعودية وهيئة الترفيه قدرت تجمعنا كلنا سوا، وشغله كتير كتير أنا بعتز فيها. يعطيكم ألف عافية، وإن شاء الله تكون ليلة من أحلى الليالي بإذن الله في موسم الرياض. أنا سعيد جدا بهالمشاركة اللي هي مشاركة فنية عربية بامتياز. المجموعة الكبيرة من الفنانين العرب اللي أنا سعيد أن يكون أنا وياهم بهالليلة، ليلة تريو نايت، ليلة كل عمرنا بنسعى ونتمنى أنه تصير، ودائما دائما الإنسان لازم ما ييأس. ففعلا وصلنا ليوم أنه تلاقينا كلنا بليلة وحدة على مسرح واحد مع أهم فنانين الوطن العربي، والفضل طبعا بيعود لهيئة الترفيه، لسعادة المستشار اللي بنكن له كل الحب والاحترام، تركي آل الشيخ، اللي هو عم يصنع المعجزات على الساحة الفنية العربية وبالأخص بالمملكة العربية السعودية. بدي اتوجه بأحر التهاني والمحبة لهالبلد العظيم.
اهلا بحضرتك، الله يخليك، اهلا بيك وكل اللي هيشوفوني معاك بقى. يعني لنا الشرف طبعا يعني ان احنا موجودين في الرياض، ودي الحمد لله يعني ثالث مره في السعوديه. بنشكر طبعا هيئه الترفيه وعلى راسهم معالي المستشار تركي آل الشيخ، وعلى المجهود الكبير والاستقبالكم لينا، وبصراحه المحبه والود اللي احنا بنلاقيه معاكم دايما كل ما بنيجي يعني. ان شاء الله تتكرر كتير ويبقى لنا الشرف ان احنا نشوفكم باذن الله.